مرحبا بكم. كيف ما كنعرفوا جميع، فترة الصيف في المغرب كتعرف مجموعة من التظاهرات والمواسم اللي كتستقطب السياح من داخل وخارج المغرب، واللي كتساعد المناطق اللي كتحتضن هذه الفعاليات على الازدهار اقتصاديا وثقافيا، حيث كتنشط السياحة والحركة التجارية في نواحي اسفي، وبالضبط في 3 بوقدرة. كيتقام سنويا ما يسمى بموسم البحيرات. هذا الموسم كيتزامن مع العطلة الصيفية اللي كتعرف توافد السياح من مختلف المناطق، وكيتميز بطقس غريب وعجيب اللي كيحبس الانفاس، حيث كتظن بعض الفتيات المنطقة ان ممارسة هذه الطقوس الغريبة والجريئة غتمكنها من الزواج في نهاية المطاف. في حين صد هذه المنطقة كيرميو الملابس الداخلية ديالهم على شرفاء المنطقة اللي كيتبركوا بهم، وعلى رجال وافدين من مناطق أخرى، لأن على حسب الاعتقاد السائد عندهم بعد ممارسة هذا الطقس كتزوج الفتاة بشكل أكيد. طقس تسلطت عليه الأضواء هاد السنة في الإعلام المغربي، ورجت الصور والفيديوهات عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. فاجأت وصدمت الكثير من المغاربة وأثارت الغضب ديالهم في نفس الوقت، حيث اعتبروه سلوك غير مقبول وغير منطقي وبعيد كل البعد على شعائر الدين الإسلامي. وكاين اللي حول هذا الطقس الجريء لمادة السخرية والتنكيت والاستهزاء. نهاية الخبر، إلى اللقاء.